هلا والله بأحلى متابعين. فيديو النهاردة مليان مواقف تخوف ومواقف تانية هتفطسك من الضحك لحيوانات هجمت البشر بطريقة غريبة جدا. اتفرج للآخر هتشوف العجب. أنا إبراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا على الفيديو على طول. الجديين دول ضربت في دماغهم يرزلوا على الواد ده. أنا مش عارف مين اللي طالقهم في الشارع بالمنظر ده ويفضلوا يضايقوا كده في خلق الله. يا عيني الواد عمال يجري ومش عارف يروح فين. ايه الريحة الوحشة دي؟ تعالى هنا بريحتك الوحشة يا اخي، استحمى بقى، كاتكوا القرف قرفتونا. كركم كركم. لا قرط فيه. لا والله. طيب عندك يا طيب وخر ده. لا انت وقف بس، انت وقف. اي وقف. اي انحش انحش يا ابو خالد. طيب انحش انحش. حتى بعد ما خدروه لسه بيهاجم. بس يا عيني الشاب ده صعب عليا، قطع الخلف من الخضة. الفضول برضه وحش عند البني ادمين. ايه يا جدعان ده؟ القرود بقى خلقهم ضيق جدا، عاملين فرد على البني ادمين وبيضربوهم علشان يطلعوا الاكل غصب عنهم. شكل فيلم كوكب القرود هيتحقق ولا ايه؟ يا عيني الحصان بوظ له الاعدادات بتاعته خالص. هو انت سايب الشباك مفتوح ومآمن قوي كده ليه؟ عادي عادي. عادي عادي. شوف شوف هنا عادية يا اخي، انك موجودة عادي. لا برجع بطلع فوق والله. وين تركب فوق؟ وين ترجع؟ والله برجع. Babe, I told you. كنت اسمع كلام صاحبك من الاول. ده الباندا طلع مش سهل خالص. علشان قفلت عليه الباب هجم عليها ازاي؟ اللي هو انت قفلت الباب في وشي، طب تعالي لي بقى انا مش هسيبك. مع ان الباندا هادي لكن لما بيغضب زعله وحش جدا. رد فعل القطط اللي بالمنظر ده بيحصل كتير جدا. ولو فكرت انه بيهجم على حد غريب، لا دي صاحبته. اكيد القط شم فيها ريحة غريبة. الديب هجم عليها ومصمم يخطف الكلب من ايديها. للأسف الكلاب اللي بتكون حجمها صغير بتكون معرضة للهجوم ده كتير جدا. يمكن بيفتكروهم أرانب، الله أعلم. اوعى تستهون بقوة الأسد.
الكلاب بس استفزته، ضرب البوابة ضربة واحدة خلع البوابة من مكانها. الله أكبر، إيه القوة دي؟ انا بطعمه تدوق قوي. راسي القرد ده داخل كده ونظرته غريبة وعينيه كلها شر، وشكل عينه على الطفل الصغير. بس الأب والأم كانوا واعيين جدا وعجبوني بصراحة، وخصوصا رد فعل الأب كان سريع جدا. الأسد أكنه بيقول له هنا أنت مش مرعوب ولا إيه؟ خاف يلا. يا جدع ده أنا من هنا وخفت. الموقف ده مرعب جدا. فتحوا الباب للغوريلا وكانت العاملة اللي بتحط الأكل لسه ما طلعتش بره. انت عارفة لو شافك هيعمل منك سجادة على الأرض. ما تخافش هفكك وهتمشي على طول. انا نفسي بس افهم انت بس هتروح منه فين؟ ده بيطلع الشجرة في اقل من ثانية. هو بس دلوقتي كسلان يطلع لك. شوي ركان شوي عشان ما تتور. يا الله شوفي الربع شوفوا جلد. يا عم بقى حط ايدك جنبك، انت هتصاحبني؟ ايه البني ادمين دي؟ الواد ده نط نطة من الرعب. ايه ده يا جدع؟ تخيل بقى يحصل معاك موقف زي ده بالظبط. تفتكر ان في واحد صاحبك وبيهزر معاك وتيجي تبص تلاقي التعبان هو اللي كان بيشد لك الطاقية. ايه الرعب ده يا جدع؟ خضة وحشة قوي والله. وده لما تطلع من البيت وامك تكون زعلانة منك، بيحصل لك كده على طول. اخو الواد ده ندل جدا. اقنعوا انهم يروحوا للديك اللي خلقه ضيق جدا طول الوقت، واول ما قربوا منه سابوا جري. يا ندل. انا بس نفسي افهم هو الفيل ده كله دخل من البوابة دي ازاي؟ يا عيني الفيل هرس البقرة المسكينة دي. ما انت برضو اللي داخلة غلط خالص. هو انت فاكره فرخة ولا ايه؟ شوفوا بقى هنا غدر الصحاب. طب ما الحيوانات حلوة اهي وبتهزر مع بعض عادي زينا. هو ده اللي هيربطه على الطلاق، هو ده اللي هيربطه. احلى حاجة الراجل اللي بيقول عليا الطلاق هو ده اللي هيربطه. لا وواثق قوي من نفسه. اخطر سمكة فعلا وصيدها صعب جدا سمكة الشراع. سمكة شقية جدا في المية وعندها منقار شبه السيف بالظبط. في غلطة زي دي ممكن ينهي حياتك في لحظة. يا نهار ابيض، حد يطمنا على الاتنين دول، هما لسه عايشين؟
ايه ده؟ انتوا بتضحكوا؟ ده انا قلبي وقف. ولو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين ومن الناس اللي انا بحبهم جدا جدا. وحبايبي المميزين لازم تكتبولي ايه اكتر فيديوهات عملتها في القناة عجبتكم جدا، علشان لو حابين اعمل منها اجزاء كتير. واوعى تنسى اللايك الرايق بتاعك والاشتراك علشان تنضم لعيلتنا الجميلة. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلاموس.